كما عودناكم دائما نحن دائما في قلب الحدث. نحن لا نناقش الخبر ولا نكذبه ولكن نضعه بين أيديكم. هذا حي بابا عمر أثناء استيلاء العصابات المسلحة عليه. كما تشاهدونه فارغ لا يحوي أحد، الحي مغلق، لا يوجد كهرباء، لا يوجد ماء، لا يوجد أي شيء. والآن بعد دخول الجيش العربي السوري وخروج العصابات المسلحة سنريكم ماذا حل بالحي. هذا هو حي باب عمر بعد خروج العصابات المسلحة منه. سنحاول أن نجري بعض اللقاءات مع الأخوة المواطنين في حي باب عمر ليحدثونا عن أوضاعهم، ليتكلموا معنا ماذا فعلت بهم العصابات المسلحة وماذا فعل وعودة الأمن والأمان للجيش أثناء دخول الجيش العربي السوري. تفضل. كما تشاهدون عودة الحياة الطبيعية إلى الحي، وجود المحلات، فتح المحلات، فتح كافة الأسواق. المواطنين بدأوا بالعودة إلى أعمالهم، بدأوا بالرجوع إلى أعمالهم. كيف حالك؟ تمام؟ كيف الشغل؟ الأمور تمام مع القائد؟ الجيش شو سوى؟ ممتاز الجيش؟ ثانك يو. هذا أحد المواطنين في حي بابا عمر. صديقي في حي بابا عمر. سيكلمنا عن دخول الجيش. شو رأيك بالجيش؟ شو رأيك بالجيش العربي السوري؟ نقول الجيش كثير منيح، رجعنا الأمن والأمان. الجيش حلوة الجيش كلياتهم مع القائد. شوفوا هذه حي بابا عمر كلها عجيبة ما شاء الله. عجيبة دقيقة تعال حلوة. الآن نحن ما زلنا الآن في حي بابا عمر. أحد المواطنين. كيف حال الحي بابا عمر بعد رجوع الجيش؟ كوت يلا حلو. تلاحظون ان انا اسف يعني ما في ولا واحد من حي بابا عمر. يعني هاي حالنا نحن بحي بابا عمر، وهي حال اللقاءات اللي عم تصير بابا عمر. برجع بقول لكم نحن ما بنكذب الخبر ولا بنصدقه، لكن نضعه بين ايديكم لتحللوه. كان معكم مراسل قناه صونيا ابو فارس من حي بابا عمر.